مساء الفل يا شباب، إيه الأخبار؟ عاملين ايه؟ لو انت دكتور في الجامعة أو أستاذ وبتحب تعمل سمول كويزز وبتستخدم مايكروسوفت باوربوينت في إنك تشرح للطلبة، تعالوا أقول لكم بطريقة بسيطة وبطول بسيطة إزاي نعمل أسئلة للسلايدز دي باستخدام الذكاء الاصطناعي. أوكي، هنخش على ويب سايت كلاس اسمه classpoint.io. بعد كده هنعمل ساين أب ببساطة جدا بالإيميل بتاعك، مفيش أي مشكلة. بعد كده آه هتظهر لك هنا. انا عشان عملت له داونلود وسطبته، انت هتعمل له داونلود عادي وتعمل له انستول، مفيش اي مشكله. بعد كده هتخش على مايكروسوفت باور بوينت. اوكي، ممكن هنا نخش على مايكروسوفت باور بوينت ويندوز نوشن مثلا، ونخش على سلايدز من دول. ممكن نخش اوكي على دي. اوكي، بعد كده بعد ما تسطبه كده هيظهر لك هنا زي كده ما انت شايف. اوكي، بعد كده هتعمل سلايد. هنخش هنا على سلايد شو. اوكي، بعد كده هنخش على ال AI ببساطة، هندوس generate question. اوكي، هو خلاص بيقرا السلايد بتاعتك ويطلع السلايد. اوكي ببساطة. وفي ميزة كمان ان انت تقدر هتشارك الأسئلة دي مع الطلبة ويديك إحصائية بالطلبة اللي جاوبت صح والطلبة اللي جاوبت غلط. هنا بتشيك الأنسر. اوكي. عايز هتعمله سيف السلايد اللي بعده. اوكي، مفيش مشكلة، نعمل له سيف. بعد كده انت لا حاسس ان ممكن يطلع سؤال احسن من كده، تعمل جنريت انذر، مفيش اي مشكلة. اوكي. ده ببساطة عملت كويز بطريقة سهلة، بطريقة بسيطة. طبعا لو انت حابب تابجريد تو برو، مفيش اي مشكلة، هتاخد مميزات اكتر واكتر كمان. بس كده يا شباب، شكرا ليكم.